ماما جات لي النهارده وجابت لي العيد، قررت ان انا اعمل لها غدا حلو عشان هي كانت مستعجله وعايزه تمشي على طول. تعالوا نسمي بالله ونصلي على الرسول نشوف عملنا غدا ايه. عندي الملوخيه طبعا، غسلتها وسبتها في ميه عشان تنزل الرمله اللي فيها والحاجات اللي مش لطيفه. والفراخ كنت غسلاها وحطها في ملح وليمون، وحطيت لها ميه على النار تسخن، وحطيت بصلايه كبيره لغايه وعليها الصلصه. والصلصه دي انا كنت عاملاها جاهزه قبل كده معاكم وكنت مفرزاها. حطيت عليها البهارات. وهنا كنت لما غسلت الفراخ وصفتها راح احطها الحله كانت صغيره عليها، حطيت لها ورق لوري وبصل، بس هنقلها في حله تانية اكبر. حط لها بقى فلفل اسمر وملح. ليه ما عملتيش لحمه؟ ده عيد لحمه، هي كانت عايزه فراخ. هنا بقى كنت بغسل الكوسه عشان كنت هعمل محشي، والفلفل كنت قورتهم وجيت اغسلهم. في الحقيقه هي اللي قورتهم مش انا. والصلصه كانت اتسبكت، نزلت عليها بالخضره بعد ما غسلتها وقطعتها، وعليهم الرز. الفراخ كانت استوت كمان معايا. وهنا كنت حشيت المحشي، شايفين السرعه اللي انا فيها ما شاء الله عليا. وحله تانية دي برضو هعمل فيها محشي، بس محشي ممبار. هنا بزود للمحشي المشكل الكوسه والفلفل شوربه نصهم كده. كل الحاجات دي موجودة تفصيليا، اللي محتاج اي حاجة يقول لي انزله الرابط بتاعها. في المية بقى بتاعة الممبار حطيت ورق لوري وطماطم وبصل وحبهان وملح وفلفل اسمر. وهنا انا هسيبها شوية عقبال ما تعمل شوربة. وهحشي بقى الممبار عقبال ما تغلي. هنزل بقى بيه كده، انا بقطعه من اولها ما بسيبهوش لغاية ما وبعد كده بربطه. لا، واول ما بيغلي بهدي عليه النار. امي يا جماعه نفسي اعمل لها الدنيا كلها، نفسي اسعدها زي ما اسعدتني يعني، واكون ليها زي ما ربنا قال. دي حاجات كلها بسيطه يعني، الواحد عمره ما يوفيهم حقهم طبعا، ربنا يجازيهم عنا خير الجزاء يا رب. بعدين بقى جبت جريلا عشان احمر الفراخ. انا كل ده شغاله في وقت واحد يعني، بعمل كل حاجه ايه، حتى بغسل مواعين جنبي كل حاجه. وطبعا بدأت ان انا احمر الفراخ. حبيت اشارككم معايا اقول لكم يعني ان احنا زي لو عندنا عزومة نعمل حاجات بسيطة في نفس الوقت تكون قيمة يعني، وما تاخدش وقت معانا. والله من غير مبالغة انا ما خدت وقت يعني، ساعة كل الحاجات كانت على النار. حطيت فلفل اسمر وملح للفراخ وهي ايه بتتحمر، وانا بحمر في حتة زبدة صغيرة كده مش كتير. ولما بتلون معايا هنا العثمان انا سايباه يعيش حياته، واللي مش مغطيه على العصبون عشان بيفور وبينزل ميه. والفراخ بقى بتتحمر. هعمل الملوخيه. حطيت للشوربه ملح فلفل اسمر معلقه صغيره من الكزبره واقلبهم تغلي شويه، وبعدين بحط التومه في حته زبده صغيره كده. وبرضو بحمر بكمل باقي الفراخ عشان ما تحرقش معايا. اللي بيحمر بطلعه. هنا الملوخية كانت جاهزة معايا، والعصبان كمان كان استوى. بدأت ان انا اطلعه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. شايفين العصبان ما شاء الله الواحدة يعني من الواحدة، كل واحدة اللهم بارك. والله ما في اي حاجة فيه مفتحة ومتقفل وكده يعني، معمول ما شاء الله اللهم بارك بالمسطرة. العصبان برضو انا ما بحطلوش زيت، وده اللي عملت فيه فيديو برضو، ان انا بشوي الممبار ما عشان ينزل الدهون في الجريلا كده. اديك شفتوا ما فيهاش ولا نقطه زيت، وبحط فيها الممبار وهتشوفوا لونه جميل دلوقتي وزي الفل. بحط له برضو شويه ملح وشويه فلفل اسمر، وهو ايه على النار بيديله طعم حلو. واللي بيلون بخرجه وبسيب الباقي بقى ايه عقبال ما يلون. هنا كان خلاص كله اتلون معايا. بدأت بص بقى هنا عملت الممبار ده شكله، ودي الفراخ، ودوت الملوخية والمحشي وكل حاجة.